اقتصاديا، نجحت البورصة المصرية في مواصلة مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ونهاية تداولات الأسبوع، حيث حقق رأس المال السوقي لأسهم ايه الرخامة دي؟ كم مرة وانت تتفرج على الأخبار وتيجي فقرة النشرة الاقتصادية وتحس إن الراجل بيتكلم لويندي أو لغة كده مش مفهوم لها هي ايه بالظبط؟ هي عربي بس مش فاهمين أي حاجة من الكلام اللي الراجل بيقوله. عارفين ليه؟ عشان طول عمرنا الاقتصاد بيتشرح لنا بطريقة غلط. بيقولوا لنا المفاهيم والمصطلحات والأفكار اللي في الكتب من غير ما يكون ليها أي تطبيق على أرض الواقع. أنا اسمي أدهم، وبقالي أكتر من 8 سنين بدرس اقتصاد، ومهمتي هي إن أشرح لكم الاقتصاد اللي بيتفهم واللي بينفع، مش اللي مكتوب واللي بيتقال في الكتب. وده حضرته أنا ومجموعة من زملائي المهتمين بالاقتصاد، واللي هشرحه لكم في الحلقات دي. دلوقتي أنا عايز أشرح لكم حاجة أهم بكتير قوي. عايز أشرح ليه اقتصاد، وإيه أهميته في حياتنا، وليه علم الاقتصاد ده أصلا موجود دلوقتي في حياتنا، وهو ليه كل النظريات معقدة وفيها رسوم بيانية ومنحنيات طالعة ومنحنيات نازلة وفي سين وصاد وكلام كده معقد مش فاهمين منه حاجه. انا دلوقتي هشرح لكم حاجتين مهمين قوي، يعني ايه اقتصاد وليه اقتصاد. بكل بساطه، لو عايزين نشرح الاقتصاد ده اهميته في جمله هنقول ان هي الطريقه اللي بنقيس بيها غنى او فقر اي دوله، سواء بتنتج او بتستهلك. على سبيل المثال مثلا عارفين ان المانيا اكتر بلد بتعمل مكن كويس، وعارفين ان مصر بتستهلك قمح كتير. في نفس الوقت هنلاقي إن الاقتصاد بيجاوب على أسئلة كتيرة أوي حوالينا. أهم سؤال من الأسئلة دي هي إزاي؟ إزاي نقدر نخلي اقتصاد مصر أحسن؟ وده من الأسئلة اللي تهمنا. وممكن السؤال ده كمان ينطبق على اقتصاد أمريكا أو اقتصاد ليبيا أو اقتصاد اليونان. جوه الاقتصاد نفسه هنلاقي إن في تفريعتين رئيسيتين. التفريعة الأولى هي اسمها ماكرو ايكونومكس أو الاقتصاد الكلي، والتفريعة التانية اسمها مايكرو ايكونومكس وهو الاقتصاد الجزئي. لما نيجي نبص على الاقتصاد الكلي ومفهومه هنلاقي ان هو مهتم برؤية عامة عن الاقتصاد، وبيقارن دول ببعض، زي مثلا روسيا مع الصين. هل مثلا روسيا فيها اسعار مرتفعة ولا الصين فيها بطالة؟ وده الفرق بين الاقتصاد الكلي والجزئي. الجزئي بيبص على التفاصيل اللي موجودة جوه كل بلد. يعني مثلا بيقارن قطاعات ببعض، قطاع صناعة السيارات مثلا بقطاع صناعة المنسوجات، وكمان بيبص جوه كل قطاع الشركات اللي جواه عاملة ازاي. هل في شركة كبيرة وشركة صغيرة، في شركة بتخسر، في شركة عايزة تخش، هل هتعرف تخش، وهكذا. وهو ده الاقتصاد الجزئي. والاقتصاد عامة سواء اقتصاد كلي أو اقتصاد جزئي بيحاول يجاوب على 3 أسئلة محورية. السؤال الأول، إحنا هننتج إيه؟ هل إحنا مثلا هننتج ألمنيوم في نجع حمادي ولا هنروح نصنع منسوجات؟ السؤال التاني هو بيجاوب على هنصنع الكلام ده إزاي؟ هل إحنا محتاجين أيدي عاملة ومصانع ولا محتاجين حفار عشان نطلع بترول من البحر؟ السؤال التالت هو هنصنع كل ده لمين؟ هل إحنا هنصنعه لناس في مصر يستهلكوه ولا هنصدره لأمريكا أو أوروبا؟ وده بكل بساطة هي الرؤية الأولى للاقتصاد، هي المقدمة اللي تفهمنا ليه اقتصاد.